تخيل شاب يسكر كل ليلة، لكن قبل أن يذهب للنوم يفرغ جيبه من المال ويضعه تحت باب أرملة لا يعرفها. هذه قصة حقيقية فيها عبرة كبيرة. في إحدى الأحياء الهادئة كان هناك شاب اعتاد كل ليلة أن يجلس مع أصدقائه في الحانة يشرب حتى يفقد وعيه، لكن في طريق عودته كان يفعل شيئا لا يعرفه أحد. فور أن يقترب من بيته يقف أمام منزل أرملة فقيرة تعيش مع أطفالها، يمد يده إلى جيبه يحصي ما تبقى من ماله، ثم يضعه كاملا تحت بابها ويمضي دون أن يطرق الباب أو يترك اسمه. كانت الأرملة في كل صباح تجد المال وتحتضنه بفرح وهي تدعو من قلبها: اللهم ارزقه الهداية وأجزه خيرا. ورغم أن الشاب كان يفعل هذا العمل النبيل إلا أنه لم يكن يصلي، ودائما ما يبرر لنفسه: الهداية من الله. وفي إحدى الليالي وبينما هو في طريقه إلى أصدقائه أوقفه شيخ كبير، نظر إليه بعين مليئة بالشفقة وقال: يا بني، الخمر حرام وهي باب لكل سوء، ابتعد عنها قبل أن تندم. تردد الشاب لحظة، لكنه في النهاية قرر ألا يذهب تلك الليلة. جلس في بيته حائرا حتى تلقى اتصالا صادما: لقد تعرض أصدقاؤه لحادث سير مروع وماتوا جميعا في الحال. تجمد الدم في عروقه وأحس أن الله أنقذه ومنحه فرصة ثانية. في تلك الليلة توضأ لأول مرة منذ سنوات ووقف للصلاة باكيا، عاهد نفسه على ترك الخمر إلى الأبد، وأصبح شابا صالحا يعرفه الجميع بكرمه وإيمانه، وأصبح قصته عبرة تروى في الحي.